نبدأ، عندي كلام كتير. تعالوا نكمل مع بعض مسلسل قهوة المحطة. حلوة جدا. أخيرا عرفنا مين اللي قتل مؤمن. اللي قتل مؤمن مش شخص واحد، لا، يعتبر كل الموجودين في قهوة المحطة. مسلسل قهوة المحطة من المسلسلات المكتوبة كويس جدا. عبد الرحيم كمال الكاتب الرائع كاتب مسلسل حلو قوي. أداء أحمد الغزي حلو جدا، وأداء كل الممثلين كانوا موجودين في المسلسل حلو قوي. وفكرة المسلسل رائعة، والأحداث بتاعته كانت ماشية بالسرد بتاعها حلو قوي. وكل قصة منهم كانت جميلة، وكل واحد منهم كان بيعبر هو ليه بيعمل اللي بيعمله وليه وصل بيه الحال للي هو وصل له ده. أخيرا عرفنا اللي قتل مؤمن هو الملك. ولكن الملك مش هو بس اللي قتل مؤمن. الملك وريشة وجولي وبتاع الكبدة وكل الناس اللي كانوا موجودين شاركوا في قتل مؤمن. وكل ده ليه؟ علشان كان بيحاول يقف قدام الغلط. مؤمن كان شخص حالم. مؤمن كان شخص نفسه يحقق حلمه، مش بس ان هو يبقى نجم النجوم، لا لا خالص، هو كل اللي كان عايزه ان هو ياخد الفرصة ان هو يبين موهبته. وناس كتير قوي في الدنيا بتبقى نفسها تحقق حلمها. مسلسل قهوة المحطة مسلسل 15 حلقة، أحداثه جميلة جدا، والواقع بتاعه والأفكار بتاعة المسلسل كانت رائعة. وده من المسلسلات اللي أنا فعلا استمتعت منها، من الموسيقى التصويرية للكتابة للتمثيل بتاع كل الممثلين اللي كانوا موجودين. قهوة المحطة من المسلسلات القيمة جدا، يا ريت تتفرجوا عليه. مستني تعليقاتكم في الكومنت. سلام.